مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 ومشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول شيرين ومروان. حابب أشكرهم أيضا. لنبدأ حلقتنا ونستضيف ضيفنا ونرحب بضيفنا الدكتور نواف الساير، اختصاصي بالعلاج الفيزيائي. اسمحوا لي رحب بضيفنا. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا استاذ، تشرفنا. مستمعينا اذا حابين تنضموا لنا تأغنوا حلقتنا باسئلتكم او سواء كان عبر الكتابه بالبث المباشر عبر كومنت او تشيلوا السماعه وتتصلوا معنا بالرقم الارضي 429 101. ايضا فيكم تنضموا لنا مثل ما ذكرنا برساله عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحتين إذاعة راديو بوير وبوير عربي. بكومنت رح نجاوب على أسئلتكم. مثل ما ذكرنا أنه ضيفنا هو اختصاصي بالعلاج الفيزيائي. رح يكون اليوم موضوعنا مهم كتير وبتخص فئة معينة اللي هي نحكي اليوم عن المعالجة الفيزيائية أو العلاج التأهيل، أو إذا صح التعبير رح يصحح لنا المعلومة الدكتور نواف. شو بتتضمن وكثير من الأسئلة رح نطرحها، لكن بداية مدخل حلقتنا رح نسأل الدكتور يا ترى شو هو العلاج الفيزيائي؟ اهلا وسهلا، الله يسعد مساك استاذ. شكرا لك. شكرا على التقدمه. العلاج الفيزيائي هو العلاج الطبيعي نفسه اللي يسمعون فيه الناس يعني، لكن المسمى يختلف من مكان لمكان. هو احد فروع الطبيه اللي تهتم بالعنايه الصحيه للانسان من الناحيه الحركيه، واللي تستخدم المواد الطبيعية في علاج المشاكل الحركية جسم الإنسان بالدرجة الأولى، بما فيها الماء، نستخدم الكهرباء والأشعة. تمام، يعني كلها مصادر طبيعية. أنا فينا نستخدم أشعة الشمس مثلا كأحد المصادر. يعني وسائل العلاج أو أدوات هذا العلاج هي مواد طبيعية تماما، وما فيها أي تداخل دوائي ولا فيها شيء مصنع أو له آثار جانبية، وهي أفضل ميزة بهذا النوع من العلاج. هو أحد أنواع كمان الطب التكميلي، بما يسمى الطب التكميلي، مكمل للطب الأساسي تماما المعروف عند العامة يعني. تماما. دكتور، العلاج الفيزيائي يعني يتضمن حركات معينة الطبيب بيشرف عليه بنفسه مثلا، مثل ما ذكرت انه في امور ثانيه اللي هي الاشعه الشمس والكهرباء او الامور الثانيه. لو تحكينا عن هالموضوع هذا كمان. تمام. هلا العلاج الفيزيائي هو يعتبر احد اقسام الطب التكميلي. قلنا آنفا هو يهتم بأدوات والوسائل الطبيعية، فيها استخدام طبعا الوسائل الطبيعية المتوفرة. تمام، تشمل بما فيها المساج. نعم. تمام، والتمارين العلاجية أو ما نسميها احنا الرياضة الطبية. الرياضة الطبية. وتشمل كمان الإرشادات والنصائح. مهمة جدا يعني. تماما. التمارين يعني هو الناس أخذ فكرة بشكل عام ومفهوم طبعا يعني مو دقيق انه العلاج الفيزيائي هو مساج والمساج هو علاج فيزيائي. هو هذا حكي يا ترى لأي درجة ممكن تشرح لنا أو توضح لنا موضوع العلاج الفيزيائي يا ترى شو هو؟ يعني بيضمن حركات مساج يعني يدوية أم الأمور الثانية اللي حكيت عنها؟ العلاج الفيزيائي يقسم إلى المعالجة الحركية والكهربائية والمعالجة المائية. المساج والمعالجة والتمارين هي المعالجة الحركية. المعالجة الحركية تقسم إلى قسمين: المساج والتمارين العلاجية. المعالجة الكهربائية هي معالجة نستخدمها بواسطة أجهزة التنبيه كالتنس، أجهزة الفارادي، المستمر، المتقطع، أنواع التيارات. المعالجة المائية اللي تشمل المغاطس، المسابح الطبية. تمام، والمساج عبر الماء. أيوة. يعني تدليك بواسطة التيارات المائية.
احنا ما بدنا نتشعب كثير، راح ناخذ القسم الاول اللي هو المتوفر مشاع عند اغلب الناس، انه هو المساج والتمارين العلاجية. المساج انواع 4-5 انواع، انت تستخدم حسب النوع اللي تحتاجه. تمام. تماما. والتمارين العلاجية تقسم في تمارين فاعلة، في تمارين منفعلة، تمامين، في فاعل مساعد، في تمارين قسرية بموجب الحالة يعني. الأكيد هو نتيجة يعني الخبرة، شفنا أنه الحالة مو أنت اللي تحدد برنامج العلاج إلها. الصح أنه تخلي الحالة هي تحدد العلاج. حلو كتير. تمام. الحالة هي تحدد لك المسار اللي تمشي عليه. فأنت ما ينفع تشوف الحالة وتقول هاي بدها 1 2 3 كما هو مشاع بالاستخدام. الخبرة علمتنا انه تخلي الحالة هي تحدد لك ايش بدها. تمام. بعيدا عن المريض، انت تركيزك يكون على الحالة بالتحديد، يعني شو متطلبات. تماما. نوع الحالة هي اللي بتحدد البروتوكول او طريقة العمل. تمام. تعامل معهم. رح احب اذكر مستمعينا اللي هلا عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور نواف الساير، اختصاصي بالعلاج الفيزيائي. عم نحكي عن المعالجة الفيزيائية، طرقها، وكثير نقاط مهمة رح يشرح لنا اياها الدكتور نواف. دكتور، لو بنحكي عن مرضى اللي عم يصيبوا المصطلح العامي سواء الفالج او الاحتشاء الدماغي، مرضى الخزل الشقي، هدول طبعا كثير من الاطباء يعني بيشتغلوا شغلهم الدوائي مثل ما ذكرتوا، فبيستدعي المريض لجلسات معالجه فيزيائيه، طب تكميلي مثل ما تفضلتوا من شوي. شو بتشتغلوا لهدول المرضى؟ تمام اخي الكريم. هذا بعد الاصابه بمرور 10 ايام. قبل 10 ايام من لحظه الاصابه لمده 10 ايام المريض بيكون تحت إشراف طبيب العصبية. نعم. الداخلية العصبية. لأنه يكون بمرحلة دوائية. نعم. ويكون بحالة ممكن يكون مريض عناية، يجوز يواجه مشاكل بالتنفس، يواجه مشاكل بالبلع. هاي المرحلة دقيقة وحساسة. نعم. وقضية داخلية احنا ما فينا نسوي له شيء. هذا شغل الداخلية العصبية. تمام. بعد 10 أيام بشكل طبيعي طبيب المختص المسؤول عن الحالة بده يحول هذا المريض للعلاج الفيزيائي. لأنه بالفالج عم يصير في عندك خلل شقي. تماما. جهة يمين أو يسار حسب جهة إصابته بالدماغ. طبعا الإصابة تكون متعاكسة، يعني إذا أصيب جهة بالفص الأيمن يصير معه بالأيسر الخلل، والعكس. والعكس. تبدأ المعالجة بتمارين علاجية أولية وتتدرج بالتعداد وبالنوع حسب استجابة المريض. تماما. يعني ما ينفع تحط كورس مباشر تقول هذا لازمه هلا. لا، انت تشوف الحالة وبعدين تحدد، او تخلى الحالة تحدد ايش بدها بالضبط. عموما العلاج بالبداية سهل يعني. هي تمارين تكون منفعلة لأن المريض فاقد للحركة. تماما. الهدف من المعالجة الفيزيائية هنا استعادة الحركة الطبيعية للأجزاء المصابة من الجسم اللي هي الذراع والرجل. تماما. وعدم تحدد يعني لا يتحدد الحركي، تحدد حركي ما يصير ضمور كمان. اي تمام. هو المكوس ما يصير مع ضمور، التحدد مو وارد الاحتمال هذا. تماما. الا في حالات الفج لما يكون الأدية خارج هرمية تطلع إصابة تشنجية. ايوه. لأن الفالج بعد ما يضرب الضربة الأولى له، تمام، هو علميا بدقة يسمونه حادث دماغي وعائي. حادث دماغي الاسم العلمي له. تماما. فبالتالي هو إصابة ما هو مرض بحد ذاته، أما هو يكون منشأه مرضي، ضغط، سكر، تماما، شدة نفسية، اضطرابات، هالأشياء الداخلية هاي الاضطرابات. بالبداية مثل ما قلنا إنه هال10 أيام هاي المريض يكون مسطح على ظهره، أحيانا يكون غائب عن الوعي ممكن يعني. خلال هالفترة هاي طبعا في إصابات الشديدة تحتاج وقت أطول. أما احنا نقول بشكل نموذجي، تمام، بعد 10 أيام يكون المريض استقر من الناحية العصبية، استعاد الوعي. العلاج بده يبلش بكل أحوال بالحالتين، خوفا من حدوث ضمور عضلي أو انكماش أو التصاق عنده بل على مستوى الأوتار والمفاصل والعضلات. تماما. دكتور، شو بيتضمن إعادة تأهيل يعني لدى مرضى
التأهيل أو مرضى الاحتشاء الدماغي اللي ذكرتهم، يعني من شوي حكيتوا عن موضوع انه المعالجة بالماء وكذا وكذا وكذا، شو الطريقة اللي تستخدموها لهالمرضى هدول؟ بالمرحلة الأولى نستخدم التمارين. نعم. مثل ما قلت لك، تمارين تكون على 3 وجبات باليوم، وتكون محدودة غير عنيفة، بعدات محددة، أوقات محددة، برنامج يكتب على صفحة ينحط جنب المريض مشان الأهل يتابعون بقية الوجبات باليوم. لأنه هذا مريض بالتحديد فيك سميه مريض تأهيل. تماما. تأهيل مشان إعادته للحياة الطبيعية، بحيث أنه يستعيد الوظيفة الطبيعية لأطرافه. يعني الإيد يأكل فيها، يغسل فيها، الرجل يمشي فيها، يوقف فيها، تماما. شكلها هنا، لأنه ما فيه يمشي باعتماد على جزء واحد. تمام، بدنا نأهل الجزء المصاب للتعاون مع الجزء الطبيعي لأداء المطلوب. الإصابة بعمومها تتوقف بشفائها على المستوى الفيزيائي على نسبة الإصابة. يعني شلون إحنا حطينا ميزان، تمام، نسبة الإصابة تطلع معنا نسبة الشفاء. حلو كتير. يعني خلينا نسميها من 100 مثلا. طبعا هذا شخصي، أنا قاعدة شخصية. إذا عندك نسبة الإصابة 70%، إذا الشفاء راح يكون 30 بس. إذا 50 الشفاء. إذا الإصابة 20، إذا الشفاء 80. طبعا تحديد نسبة الإصابة بدقة أمر شبه مستحيل. تماما. حتى إذا تقديري يعني ربما هو يكون تقديري ويعتمد على الخبرة. أكيد. الحالة النفسية للمريض تلعب دور كبير أيضا. طبعا ما نقول من قبل الإصابة طبيعته، ولا المريض العصبي استجابته تكون صعبة، صح. المريض المعتدل الهادي استجابته تكون أسرع. تمام. المريض الواعي الدارس استجابته أكثر. تمام. فيكون متعاون، ينفذ، ما يقاوم، يهدي من نفسه شوي، يتيح مجال للمعالج انه يؤدي واجبه كما هو يعني. فبالتالي احنا موضوع الحالة النفسية هي العوامل اللي بتأثر على النتائج يعني. تمام، تأثر على النتائج وبشكل ملموس يعني. احنا نرجع نقول انه الفيصل بهالموضوع هي نسبة الإصابة. تماما. أو الدرجة الثانية يجي بعدين المعالجة والأداء الصحيح للمعالجة، أن تكون المعالجة صحيحة. دكتور، كيف تقاس درجة الإصابة يعني عندكم؟ كيف بتقدروها؟ كيف بتقيموها؟ شوف، الإصابة على مستويين. على المستوى الداخل العصبي، هذا يرجع تقديرها للمختص. تماما. على مستوى كالدماغ، قد نسبة الإصابة هو بموجب الرنين المغناطيسي. الرنين راح يعطيه مساحة الإصابة بالملي قد. تمام. أكيد. فبالتالي احنا هاي النسبة نتركها وين؟ للمختص. نجي احنا على نسبة الإصابة عندنا كعلاج فيزيائي، يتم تقييمها بالخبرة. تمام. بالعدد الحالات اللي تشوفها. يعني خلينا نقول عمليا على خلال أنا عملي بممارسة المهنة بعيدا عن درجة التخصص 30 سنة. تماما. أكثر حالة نشوفها بالعلاج الفيزيائي هي الفلج الشقي. يعني خلينا نقول بدون مبالغة يجوز أكثر من 50%. طبعا في حالات تحتاج علاج فيزيائي ثاني ويجوز أكثر منها، لكن ما تجين. أنا نجي على الواقع يعني. نعم. فالفلج الشقي من أشهر الإصابات العصبية. يعني إذا تروح عيادات الإصابات العصبية تلاقي عنده الفالج تقريبا مش يكون نسبة عالية كالإصابة. نعم. فبالتالي في عندنا مشكلة أحيانا بالممارسة الخاطئة بالعلاج الفيزيائي لسوء تقدير الإصابة. عموما المعالجة الفيزيائية واجبة بكل الحالات. تماما. سواء كانت الإصابة 100% ولا 1%. خفيفة أدى الواجب أبدا. يعني لا يمكن أنه أنت تتراجع عن مسؤوليتك وعملك أنه والله بحجة أنه هذا إصابته شديدة، وإن كانت إصابة شديدة. المريض ممكن هو بالعناية المشددة يعمل علاج فيزيائي رغم أنه في حالة خطرة أو إصابة تهدد حياته،
أنت بدك تأدي هذا المطلوب من عندك. لأنه ما يتداخل مع أي شيء تاني، يعني ما له تأثير سلبي يعني على أي. تأثير سلبي ما له تأثير. فبالتالي يعني إيش المانع إنه إحنا نساوي، لأنه إحنا نحط احتمال الأسوأ مثل ما نحط الاحتمال الأحسن. تمام. مع العلاج يبلش يتحسن المريض عادة بال45 يوم الأولى، أكثر شيء يكون التحسن. نسميها الفترة الذهبية للعلاج 3 أشهر الأولى من الإصابة. نعم. 3 أشهر الأولى. تمام. المريض يستعيد الحركة بالشكل التالي. أول شيء بيش يقلب حركة القلب على السرير. مرحلة ثانية يصير يقعد، بعدين يوقف، بعدين في مراحل لاحقة المشي. في شغلة مهمة جدا، شيء يسمونه المرحلية، وهذا المصطلح كثير ناس يعني بتجهل هذا المجال، حتى اللي بالاختصاص يعني للأسف يعني هو يكون جهلا وليس قصدا يعني. المرحلية بمعنى المريض ما تطلب منه يمشي وهو ما يقعد مثلا، تماما. أو تريد منه يقعد وهو ما يقلب. تماما. لازم نراعي إنه اللوحة المحركة من الناحية العملية، خلينا نبعد شوي عن المصطلحات الطبية البحتة مشان لأنه عم نخاطب احنا شريحة اجتماعية. تماما تماما. تنظر للطفل تماما، هذا الإنسان صف عاجز عن المشي. تمام. لما تنظر للطفل الطبيعي النشأة تبعته، تمام، كل بيت فيه أطفال، تلاحظ أن الطفل أول شيء يقلب، صح، بعدين يقعد، بعدين يزحف، بعدين يوقف، بعدين يمشي. تماما. ما فيك تتخطى مرحلة عن مرحلة، لأنه هذا مثل الدرج تماما. فإحنا يجون الأهل أو المختص الموذى والخبرة، أو في ناس في متطفلين بالمهنة. أيوة. احنا على فكرة كفرع طبي أكثر فرع طبي في متطفلين، عدد من المتطفلين تمام. ولا الشواهد كثيرة يعني. أكيد، ورح نحكي عنه في بند من ربما إن شاء الله. على كل حال، فتلاقى المريض مثلا ما يوقف، يريد من الجلوس للمشي مباشر، هذا أمر مستحيل يعني. أحد الأخطاء هاي يعني هذا الخطأ فادح. المشكلة تأثير هذا على اللوحة المحركة وعلى استجابته راح يكون تأثير سيء جدا. أنا نحتم الشباب دائما يشتغلون بهالمجال، يا أخي خليك مرحلة مرحلة، لا تفكر بالوقوف قبل ما تعلم الجلوس، ولا تفكر بالمشي قبل ما تعلم الوقوف. وما يكفي المرحلة هاي، أنا شنو قسمتها كل مرحلة القسمين، عرفت شلون بشكل شخص يعني. حضرنا عندنا حركة وتوازن. يقول لك وقفته طول بالك لا تمشي، شوفوا متوازن تماما مشي، مو متوازن لسه مو ما اعتبر وقفته، انت انجزت نص المرحلة بس لسه النص الثاني. فيصير الخربطة وين والخطأ المتكرر، انه مثل ما قلت لك تجاوز مرحلة عن مرحلة، وهنا راح يضيع الوقت على المريض، والجملة العصبية عنده تدخل في ارتباك ما بين مرحلتين متباعدات. انت عم تطلب من الدماغ انه المريض يمشي، بينما الدماغ بالمعلومات البيانات اللي عنده المريض غير قادر على الوقوف، فعم تطلب منه شيء يتجاوز مرحلة لسه ما خضها بالضبط تماما. وانا اشوف هنا انه احنا لما نيجي نعالج مريض الفالج ما نوجه العلاج له هو كشخص، قد ما نوجهه بالدرجة الأولى للدماغ عنده، للوحة المحركة اللي تأذت فيها الإصابة هاي. هيك نكون عمليين أكثر يعني. ما لأنه أحيانا المريض شلون الأهل يقول لك نقولهم مثلا وقفوا بالبيت أنتم مع التمارين، يراجعوا بالجلسة اللي بعدها يقول لك المريض خايف يخاف. أي نعم يخاف، هذا طبيعي لأن هذا خوف مرضي، الجسم بده يحمي نفسه من الوقوع. الدماغ يعرف أنه هذا الجسم غير قادر على الوقوف، تمام، فيدخل بآلية دفاعية يحمي نفسه عن طريق الخوف. مثل الطفل لما يشعر بخطر يصير يبكي، ما يطلع بإيده يسوي غير هيك فقط. هي آليات دفاعية بالجسم طبيعية. هي طبيعية، آليات دفاعية تكون خارج إرادته يعني.
فهنا للأسف يقع خطأ شائع جدا، إنه والله حاولنا مع، طبعا هذا يشمل حتى بما في ذوي الاحتياجات الخاصة، نقع بنفس المشكلة أيضا. إنه يخاف نتركه خلاص كيف وما بده مثلا. أخي ما يصير، هذا الخوف اللي عنده خوف مرضي مو بطبيعته. أنت لا تتعامل معه هو كشخص، أنت تتعامل معه هو كإصابة. صح. أنت كمعالج كمختص أنت تحاكي فيه الإصابة، ما تحاكي فيه الشخص نفسه. لازم تفصل بيناتهم مشان ما يصير في عندك خلط، وبالتالي راح ينعكس عن النتائج، راح تكون نتائج أسوأ ما يكون يعني. تماما. دكتور، باعتبار أغلب مرضاكم يكونوا محولين من عند أطباء عصبية، سواء كان أطباء داخلية عصبية أو جراحة عصبية حسب الحالة، يا ترى إمتى يعني بيستدعي المريض للخضوع للمعالجة الفيزيائية ولهالبرنامج اللي شوي ذكرتوه وفصلتوه، وللقواعد المهمة اللي هي حقيقة اجتهاد شخصي، ونحن مسرورين كتير بهالخبرة، خبرة 30 سنة. والدكتور نواف حائز على يعني ما شاء الله، شفت السيرة الذاتية لكم، يعني مشاركة بعديد من المؤتمرات، وحاز على كتير شهادات يعني بضمن مجال العلاج الفيزيائي. طبعا مشكور على ونالك التوفيق أكيد. دكتور، إمتى المريض بيستدعي ليخضع لهالحالات للمعالجة؟ المعالجة تقصد كمبدأ ولا كحالة الفالج؟ كحالة الفالج. كحالة الفالج قلنا يستدعي بعد استقرار الإصابة. ممكن ما تستقرب 10 أيام الإصابة، ممكن المريض يدخل باختلاطات مرضية ثانية. احنا نكون جاهزين للتدخل بعد ما ينهي الداخلية العصبية وضعه، يقول لك صار مستقر من ناحية الداخلية العصبية، ما عنده اختلاطات، لأنه ما فيك تشتغل وهو عنده اختلاط. المريض يعني يكون بأسوأ حالته، والدماغ مو معك نهائيا، متوجهه مشاكل ثانية. حتى إذا خاطبته عن طريق التمرين ما راح يستجيب معك، لأنه في توجه آخر، في مشكلة أكبر. تمام. يعني أنت هل عندك مشكلتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، الدماغ وين يتوجه؟ للمشكلة الأكبر. تمام، التلقائية. لأنه هذا مبدأ التسكين عند القدامى، عملية توجيه الخلايا العصبية باتجاه غير اتجاه الإصابة الأساسية، عن طريق إحداث ضرر كالجرح الكي قديما. طبعا كانت من وسائل العلاج الطبيعي تماما المتعارف عليه شعبيا بالعطل. تماما. التخدير القديم كان بيعرضوا المريض لصدمة صوتية، ما بعرف كان يعني مور كانت يعني تقصدوا فيها هاي الحالة يعني. بالضبط. عملية حرف هي نوع من الخدعة للجملة العصبية. تمام. عملية خداع يعني. تمام. مثل ما نقول خداع بصري، مناورة. تماما. فالوقت المناسب هو الوقت اللي يسمح فيه الطبيب المختص. نعم. لأنه هذا مجاله، احنا ما نتدخل فيه نهائيا. ما فينا نقول له لا لازم هلا علاج، لازم ناخذ الإذن منه إجباري المباشرة، ما نقع باختلاطات. نعم. لأنه هلا مثلا ضغطه غير مستمر، تيجي تعمل له تمارين مكثفة يرتفع الضغط، لأنه صح. التمارين ترفع الضغط، ممكن تنكس مع الإصابة لا سمح الله. نعم. بالضبط. على فكرة يعني الاحتشاد دي من الإصابات اللي ناكسة، ممكن تنكس مرة ومرتين وثلاثة، وكل ما تنكس تكون أصعب، لأنه المريض دائما عنده استعداد يعني جسمه، أو خلينا يعني إذا صح التعبير، عنده استعداد للإصابات أخرى يعني. هلا خلينا نسميها يعني عندك هنا صار في نقطة بأذية، هالأذية هي نقطة ضعف عنده. نعم. بهذا الوعاء مثلا انفجر معه، مثلا صار معه نزف دماغي، اندمل تخثر كذا، اندمل هذا الوعاء، تعرض لحالة ضغط نفسي، شدة نفسية كذا، ضغط عصبي، يرجع ينفجر مرة ثانية نفس المكان، وممكن مكان ثاني. ممكن يعني هي للأسف من الإصابات اللي قابلة للنكس يعني. تماما. دكتور، فترة المعالجة يعني ماكسيموم من إلى إيش قد بتطول؟ العلاج الفيزيائي القاعدة العامة بإجماع الأخصائيين العصبية إنه هي تكون 3 6 12. هاي القاعدة متعارف عليها عالميا. 3 أشهر 6 أشهر 12 شهر. احنا نقيمها عادنا الإصابة بشكل أولي، إذا كانت خفيفة 3 أشهر عادة يستعيد المريض كامل حركته.
إذا ما في عنده تأذي. أحيانا تترك آثار عقادية عقابي. تظل ثابتة عنده، ما يفيد معها لا علاج ولا لا، بسبب أنه الأذية نهائية. 6 أشهر بالحالات المتوسطة، 12 شهر بالمتقدمة الشديدة. تمام. وممكن بعض حالات هلا بالمدارس العصبية الجديدة يعني من سنوات، طبعا بالنسبة لنا جديدة هي قديمة، للسنة ونص يعني ممكن يظل المريض يخضع للعلاج الفيزيائي. تماما. دكتور، ضمن سياق حديثك حكيت عن موضوع انه في مرضى يمكن يتنكسوا، في مرضى. يا ترى السؤال اللي هلا المستمع ممكن يسأل حاله او يسألنا مثلا، يا ترى شو في حالات ما بتستجيب للعلاج الفيزيائي، في حالات تستعصي، في حالات بتصير يعني بتوقف، يعني ما بتستجيب نهائيا؟ سؤال مهم. هلا هاي الحالات نسميها المعندة، غالبا تقترن مع حالات التجلط أو نقص التربية الدماغية. أنا ما بدي أفوت شوي بالمصطلحات مشان سهولة الفهم. المعندة موجودة نعم، لكن نسبتها قليلة جدا. ايوه. هي أقل نسبة. عندك ما في عمر محدد إلها، تصير بكل الأعمار، وتكون قليلة جدا. يعني خلال هالفترة الطويلة من العلاج ما شفت انه فالج شقي انه نهائي ما تحسن. التحسن يكون محدود جدا، مثلا انه المريض ما يرجع يمشي مثل الاول، ممكن يعني. مثلا يرجع يمشي ايده ما تشتغل، ما اشتغلت خالص، تمام. او اشتغلت 20%. هو نسبة عمل راح يصير فيها، لانه قطعا الضرر مو نهائي. الضرر مو نهائي الا اذا صار في لا سمح الله تلف كامل. نعم. لانه هلا الفالج كما كان شاع انه هو جلطة دماغية كده. نعم. لكنها ممكن يصير نفس الاعراض تماما بحوادث السير، حوادث السقوط من شاهق، 100%. حوادث الارتطام عرفت على شلون بالحائط او جسم صلب او كذا، او تعرض الدماغ لرضة شديدة ممكن. بصير. تماما. في غالب الحالات تترك آثار، تترك عقابي. هم عادة أشهر فين عقبولين فين هم هبوط اليد أو هبوط القدم. تماما. وفي شغلة مهمة جدا، طبعا العام يعرفون الرجل تشتغل قبل اليد. سبحان الله. سبحان يعني هاي الله. من محاسن الإصابة، سبحان الله. نظرا لأنه حاجة الإنسان للرجل صحيح. أكثر. لأن لا تروح على الأهل، أهم شيء يقول لك أهم شيء يمشي، أهم شيء يمشي. طبعا هم طلباتهم راح تزيد بعدين، يقول لك إيده طيب بس يحركها بس ياكل يمسك فيها، الكاسة بس أو يمسك كذا. الكاسة، بعد فترة يصير بده مسكونه بشاكوش. طبعا هذا من حق الإنسان إنه أكيد يطمح للأفضل للأفضل أكيد ويتعالج. نعم. وأكيد. دكتور، لو نحكي عن نتائج الاستجابات بالنسبة لكم كخبرة 30 سنة، دائما بتكون النتيجة مرجوة. النتيجة بتتعلق مثل ما تفضلتوا من شوي، شخصية المريض تكون عصبية أو غير عصبية. تعاون الأهل مع استكمال العلاج باعتبار المعالجة الفيزيائية ما فينه يوميا، أو تكون التكاليف باهظة على بعض الناس. يعني العوامل اللي يعني بتحفز انه العلاج يكون نتيجته مرجوة، شو هن؟ أهم عامل فيها هو وعي الأهل، تقبل الحالة. وبعدين بالدرجة الثانية هو وعي المريض، الشخص المريض. هي خلينا نسميها حلقة ثلاثية. في عندنا المريض، الأهل، والمعالج. أيضا هذا المثلث. هاي قاعدة شخصية أيضا كمان. لا هي معروفة، أعتقد أنها معروفة يعني. أكيد. هذا المثلث نقول الأهل نعم. والمريض والمعالج ما يتكامل إذا صار في تقصير من واحد منهم. بمعنى أنه الأهل كانوا كويسين والمعالج ممتاز، المريض في ضلع ناقص، في النظر الناقص. لما يكون متكامل النتائج راح تكون سريعة وبأفضل شيء ممكن، مشان ما نكون يعني خياليين بالنسبة للنتائج. بغض النظر عن درجة الإصابة أو عمر المريض، أو يعني هاي كمان ما لها علاقة دكتور. سواء كان أحيانا هلا بيصطف إنه مريض يصاب باحتشاء دماغي مع نزف دماغي معا، والمريض يكون عمره بالعقد الرابع من العمر مثلا، وبتصدف، ما هيك دكتور؟ صحيح. يعني العمر له دور شيء
تمام. العمر له دور، هذا شيء مفروغ منه. سابقا ما كنت نشوف الحالات هاي، يعني خلينا نقول قبل 2000. نعم. قبل 2000 معظم المرضى الفالج هو ناس ما فوق 50. 100%. تمام. ما بيتعب. بعد 2000 لا، صرنا نشوف نسميه الفالج الشقي الشبابي يسمونه أحيانا. للأسف يعني. أنا ما أريد مشان الشباب العصبي ما يقول عم يدخلوا باختصاصنا. هذا بالغالب منه، وهذا من أسوأ الأنواع، مجهول السبب. بمعنى إنه الشخص هو سليم 100%، ما يعاني من أي شيء صحي، ويكون مثلا مريض بالعشرينات كامل قوته، ما عنده يعني حتى عادات سيئة أو كذا، سليم، لا يدخن، في بعضهم حتى شاي ما يشرب. تمام. ويصير معهم ممكن. هذا عزوه حسب طبعا ما استفسر من جماعة، لأنه هاي ظاهرة صرنا نشوفها يعني جديدة. ربما هي كانت موجودة وإحنا ما نشوفها، ربما. بس أنا أقول لك اللي لاحظته خلال العمل يعني إنه هذا الكلام بل متأخر، إنه تشوف مريضة بأربعينية مثلا تستغرب، صرت تشوف مريضة عشرينية. تمام. قول عند الأطفال هو غالبا يكون مع الولادة، لأنه أحد أنواع أطفال التأخر الحركي نسميه الفالج الشق الطفلي. أي. هذا من الأنواع الموجودة، بس هذا ما يقع تحت الشريحة، هذا يقع من جماعة ذوي الاحتياجات الخاصة. تماما. اللي اللي حكينا عنها سابقا. فهي الفئة العمرية غالبا هم يكونون ما بعد 50 أو مريض 60 فما فوق، يكون مرشح لإصابات من هالنوع. طبعا يكون عنده سوابق مرضية، مثلا ارتفاع بالضغط، عنده سكري، عنده أمراض ثانية، يعني عنده شغلات تتأهب للإصابة يعني. تماما. دكتور، سؤالي قبل الأخير استنتجته من خلال حديثكم، خلينا نفوت شوي بموضوع الإحصائيات. يا ترى مين هن اللي بيراجعوا مركزكم أو مراكز التأهيل؟ النسبة الأكثر هن الذكور ولا الإناث، ولا العامل الوراثي أيضا بيلعب دوره ولا لا؟ نسبة المراجعين يعني، هو السؤال شلون، ما فينا نقول انه موضوع ان المرض تعرف بالاخير ما يعرف ذا ذكر ولا انثى، ولكن ولا يعرف يعني، هذا يطرق كل الابواب. نعم. ما يعرف سن معين يعني. بس الفئة الاكثر هي مراهقين الاطفال للاسف يعني، وهم يكون جماعة الأذيات الولادية أو أطفال نسميه ذوي الاحتياجات الخاصة يعني، أو الشلل الدماغي سابقا، وصاروا يسمونه التأخر الحركي. تسميه الشلل مزعجة للأهل، استبدلوها بتأخر حركي، أما هي علميا شلل دماغي. نسبة الأطفال هي أكثر هم المراجعين يعني. المراجعين أطفال. طبعا. دكتور، طبعا بيتطلب العلاج الفيزيائي، من شوي حكينا فيها عنه، عن خبرة ومهارات وتخصص، وبنلاحظ مراكز هلا حاليا يعني عم يزاولوا هالمهنة. تفضلت يعني عقبت على هالنقطة هاي، انه المعروف انه لازم يشرف على هيك مركز طبيب مختص حائز على شهادة او خريج او كذا. فشو تعليقكم على هالمراكز اللي يعني مفتوحة او مرخصة او عم يزاولوا هالمهنة، وهن يعني مو مختصين بهالمجال هذا؟ والله حقيقة أستاذ عماد أنت حطيت إيدك على الجرح يعني. ربما قد يكون هو سؤال يعني ربما محرج، ولكن نحن يعني انه نوضح للناس انه يركزوا، او يعني يركزوا على هالموضوع هذا، ويراجعوا المراكز المختصة. يعني النتيجة اللي بيهمنا هي النتيجة، واذا النتيجة ما تكون يعني العمل ما نعمل، او الجلسة او العلاج ما يكون بإيادة مختصة، اكيد راح تكون نتائج ما مرجوة. تمام. أحيانا تكون النتائج كارثية. يعني يكون المريض بمشكلة يصير بمشاكل. حقيقة هذا الموضوع شوي شائك، والعلاج الفيزيائي يعاني منه من بداياته، من أيام ما دخل على سوريا بشكل عام، ودخل بال79 كمادة تدرس. نعم. دخل بنظام دراسي 2 سنين دبلوم. بسنة 2000 تخرجت أول دورة 82، كان 2 سنين المعهد. صارت بعدين كلية اختصاص 4 سنوات. أولا دخل باختصاصات الطب البشري، دخلوا ضمن الاختصاصات ك4 سنوات.
يعني خلص الدكتور 6 سنوات طب البشري، تماما. يختص 4 معالج اسمه أخصائي علاج فيزيائي. تماما. طبعا هنا قلت لك هنا مفصول المعالجة الفيزيائية عن العلاج الفيزيائي، مع انه حتى الان انا ماني شايف وجه للفصل بيناتهم يعني. تماما. قد كانت الاشخاص يكون هذا صاحب الدائرة هاي مختلف مع الدائرة هذا، مع هذا خلاف صفي شخصي يعني. تماما. احنا قلت لك من بداية اللقاء انه يعني اكثر مهنة تعاني من التطفل او يوجد فيها طفيليات هو عملنا يعني. نعم. والشواهد كثيرة وفي بعضها مضحكة يعني، عرفت علي؟ مؤسف يعني أول واحد أحيانا يكون ضحك من كثرة الحزن يعني على هذا الوضع، يعني إنه ليش هذه المهنة توصلت لهيك هالمرحلة يعني. طبعا هي سببها تنظيم المهنة، ما في تنظيم للمهنة. مثلا ما عندنا دائرة خاصة لهي المراكز، ما في رقابة للأسف يعني. سابقا طبعا بحكم عملنا احنا كون مجال الصحة، رجعنا احنا هيئة الصحة. انا ما طرحت الموضوع انشاء دائرة العلاج الفيزيائي بهيئة الصحة تكون مسؤولة عن ترخيص هاي المراكز، نعم. التأكد من صحة الشهادات، اللي يمارسون العمل يكون على ذوي كفاءة ذوي خبرة، وتكون هاي التراخيص يعني مصدقة من الهيئة. تمام. وفي إشراف بشكل غير مباشر، في جولات دورية للتأكد من سير العمل، حسن العمل، استخدام الأدوات الصحيح، متابعة، شوف نتائج على الأقل كناحية إدارية مثلا يعني. تمام. كورقيات مثلا أنت اليوم هذا المركز فاتح، تعال أنت شهادة الاختصاص شو هي الدرجة تبعتها، عدد السنوات اللي درستها، هي يعني مهمة جدا. لأنه في قلت لك مركز هسه إذا حكينا ضمن القامشلي تمام، في مراكز أكثر من مركز ما فينا حتى نعدد لأنه ما نندلها يعني. عرفت علي؟ يمارسون في العمل ناس بعيدين ولا لهم أي علاقة بالاختصاص، أو وافدين جديد على الاختصاص، أو غير دارسين تماما. فهذا يقع على عاتق هيئة الصحة هاي المتابعة، لأن قضايا إدارية لحماية المهنة يعني. تماما. بنهاية اللقاء هذا يعني بشكركم كثير دكتور نواف الساير، اختصاصي بالعلاج الفيزيائي، على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. مشكور جدا. العفو أستاذ عماد، والله احنا مسرورين باللقاء معكم، وأتاحت لنا هالفرصة طيبة نتعرف بكم أولا ونخاطب جمهورنا يعني عبر إذاعتكم. شكرا كثير لكم. عفوا. شكرا كثير لزملائي بالكنترول شيرين ومروان. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.